بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ. حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، تعالى بينا بقى على الايه، على التمارين بتاعتنا. اوكي، ده تمرين اختياري بس مش تبع المواصفات، بس الله اعلم بقى مواصفات السنه دي لسه ما نزلتش، هنشوف هتيجي ازاي. يعني لما ان القواعد ما كانتش بتيجي في الاختيار. يلا نتدرب، يلا احنا نتدرب على حاجات كتير كمان. if I had driven carefully، لو كنت سقت بحرص. if he had driven carefully he not the accident. تمام. لو كان ساق بحرص وبحذر، هو ايه الحادثه؟ would avoid. لا دي غلط، شكرا، عشان ما فيهاش would have. اوكي، يبقى دي غلط عشان ما فيهاش have. اوكي يا جماعه، يبقى دي غلط عشان ما فيهاش ايه، have، يبقى دي غلط. اوكي يا مستر، امال ايه بقى؟ would have avoided. هي دي بتاعتنا بقى، هي من غير ما نفكر، يبقى هي دي would have avoided. اوكي يا شباب، زي الفل يا مستر. if we had gone to the museum، لو كنا رحنا المتحف. we know the new exhibition احنا ايه طبعا had gone ماضي تام، يبقى راح ل would have والتصريف الثالث، وبالتالي الاجابه يا شباب تمام هتبقى عندنا دي اللي هي نمبر سي. تمام يا مستر، الاجابه سي. اوكي طيب، if she not the instructions، لو هي ايه للتعليمات، she wouldn't have done it incorrectly، ما كانتش هتعملها بطريقه غير صحيحه. if she had read. اوكي ماشي، في هذا اهي وتصريف ثالث، شكرا. ما تفكرش بقى، ما احنا متفقين ان بعد if فاعل ثم هاد، خلاص الباقي كله غلط، ما تقراهوش. if I not sick، لو ايه مريض. I would have worked harder، لو كنت مريض ولا لو ما كنتش مريض. ترجمة تحكم عليا او تقول لي لا يا باشا، ده لازم تكون لو ما كنتش مريض كنت هشتغل بجد اكتر. اوكي طيب، فين اللي فيها هاد؟ ما تفكرش، ما فيش الا واحده، hadn't been، يعني لو ما كنتش مريض. تمام. 5 if he hadn't eaten too much. if he hadn't eaten، لو ما كانش كل كتير. he not sick، كان هيبقى عيان ولا ما كانش هيبقى عيان؟ النتيجة المنطقية ما كانش هيبقى عيان او ما كانش هيمرض. اهي ما كانش ها wouldn't have والتصريف الثالث. طب كان ها، طب would have والتصريف التالت، احنا عايزين دي يا باشا اللي هي معناها ما كانش هيمرض. we not the match if it hadn't rain. طيب اروح لبعد if it hadn't ادي ماضي تام، يبقى انا عايز would have او wouldn't have وتصريف تالت. اللي موجود would have وتصريف تالت. انا على فكره ما ترجمتش الجمله دي، جمل مباشره على فكره. if حاتم had listened more carefully to the instructions، لو كان حاتم استمع باكثر او بحذر اكثر للتعليمات. he not that mistake، هو كان عامل الخطأ ده مرة تانية، هو كان عمل الخطأ ده ولا ما كانش عمله؟ هو لو كان سمع للتعليمات بحذر ما كانش عمل، يبقى أنا عايز wouldn't have والتصريف الثالث، والإجابة متوفرة في سي. نيجي الرقم 8 if she had studied medicine، لو كانت درست الطب. she not a doctor، كانت هتبقى دكتورة. تمام، كانت هتبقى تمام، فبالتالي would have وتصريف ثالث، الإجابة B. they not the place if they hadn't lost the map. هم ايه للمكان لو ما كانوش ضيعوا الخريطة؟ لو ما كانوش ضيعوا الخريطة هم كانوا هيلاقوا المكان، كانوا ها يبقى would have. طيب ما كانوش ها wouldn't have، وبحفظها كده والله بالبلدي ماشي. would have كانوا ها او كان ها، wouldn't have ما كانش ها. تمام طيب ماشي يا مستر، يبقى كانوا هيلاقوا الايه المكان لو ما كانوش ضيعوا الخريطة. تمام، ولو رجعت كده معناهم ان معنى الكلام ده ان هم ضيعوا الخريطة، لذلك هم ما لقوش المكان. تمام. 10 نقط if you had invited him to the party، وفي الاخر علامة استفهام. يبقى هناخد حاجة يا جماعة كده هوت would في الاول وفيها have وتصريف ثالث. would في الاول عشان ده على هيئة سؤال، عشان ده هيئة ايه سؤال، يبقى ناخد حاجة معكوس فيها الفعل المساعد والفاعل. اتفقنا؟ الكلام ده مش متواجد غير في بي، ما تفكرش. ما انا في حاجة فيها would اهي وهاف اهي. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. اتفقنا؟ طيب زي الفل يا مستر. تعالى بقى الرقم 11 if they know it more carefully they wouldn't have been in trouble. لو هم ايه بحذر اكتر ما كانوش هيقعوا في مشكلة. لو هم ايه بقى بحذر اكتر، لو هم كانوا سمعوا يبقى انا عايز had وتصريف ثالث، وبالتالي الاجابة تمام هتكون دي. الاجابة هتكون مين؟ دي. الاجابة هتكون دي. اوكي طيب 12 we not in if you hadn't forgotten your keys. we not in if you hadn't forgotten your keys.
you ايه بقى we ايه we not in if you hadn't forgotten your keys. احنا ايه لو انت ما كنتش نسيت مفاتيحك. احنا كنا هندخل المكان ده لو ما كنتش انت نسيت مفاتيحك، بس المنطق اسى او اللي حصل ان هو نسي المفاتيح لذلك ما عرفوش يدخلوا، وبالتالي هتختار الاجابه سي if we would have got in. احنا كنا هندخل if you hadn't forgotten your keys لو انت ما كنتش نسيت مفاتيحك. طب رقم 13 if he had spoken clearly if he had spoken clearly لو كان اتحدث او اتكلم بوضوح everyone الجميع نقط him. تمام الجميع كان هيفهموا. كان ها يبقى would have والتصريف الثالث زي ما علمتك. كان ها would have والتصريف الايه الثالث. اوكي تعالى بقى للسؤال الخطير والسؤال الجميل. تمام عمنا تصحيح الخطأ. تعالى نصحح بقى الخطأ في الايه شويه الجمل الجميله دي. if يبقى انا عايز had والتصريف الثالث يبقى تبقى had studied. ما باي would و study فهتبقى had studied فتبقى ايه had studied لو كنت ذاكرت. if I had studied زي ما علمتك حافظ قانونه وبتطبق عليه. كانت قانون رياضة. خلاص يا شباب. if I had studied harder I would have passed the exam. أنا كنت نجحت في الامتحان. تمام. you would have won. في would have وتصريف ثالث. ركز معايا. في would have وتصريف ثالث يبقى أنا أروح أدور على had وتصريف ثالث أو had تصريف ثالث على حسب ترجمة الجملة. you would have won كنت هتفوز. if you not لو كنت اتدربت كويس يبقى بدل ما هي practice هتبقى had practiced هتبقى إيه had. عشان السرعة يا شباب أنا حطيت had وأحط دي لبراكتس فتبقى had practiced. تمام. if they had come earlier لو كانوا جم بدري شوية we not تمام would start لا will start لا خالص ده احنا علينا would have والتصريف الثالث وبالتالي هتبقى would have التصريف الثالث من started كنا بدأنا started would have started on time كنا بدأنا في الوقت المحدد. 4 if it rains لا ده عرفنا بقى had وتصريف ثالث يبقى had rained. تمام had والتصريف الثالث من rained لو كانت مطرت. تمام امبارح we would have cancelled the trip كنا لغينا الرحلة بس هي ما مطرتش ولذلك ما لغيناش الرحلة. if we not لا had لازم بعد we يبقى had knew لا التصريف الثالث من knowing. تمام know يعرف اهي know والتصريف الثالث حط لها ان يا باشا فتبقى معنى الجملة ايه if we had known the answer لو كنا عرفنا الإجابة we would have told you كنا قلنا لك. 6 I would have helped you كنت هساعدك if I not لا had known ما احنا عارفين ان if بيجي بعدها had والتصريف الثالث هو مديني have known اخليها had known known هتبقى زي ما هي. 7 if she wasn't tired اهي دي حتة يعني جميلة بصراحة بأمانة يعني. طيب احنا متفقين ان بعد if فاعل ثم had والتصريف الثالث او hadn't والتصريف الايه الثالث. تمام. if she wasn't احنا عايزين لو كانت تعبانه she would have joined us ولا لو ما كانتش تعبانه. لو مديك نفي يا جماعه تستخدم if المنفيه يعني اللي بعد if هيكون نفي طيب ماشي يا مستر واحده كده عشان تفهمها الجمله ده عشان مهمه جدا. اوكي انت كده عايز تقول لي ان انا هستخدم hadn't عشان منفي عشان نفي عشان wasn't. تمام يا مستر. طيب التصريف الثالث من الفعل الاساسي اللي هو wasn't ده خد بالك wasn't اجيب بقى ارجعه كده was. طب التصريف الثالث منه ايه؟ الله ده الفيرب تو بي يا مستر اللي هو في المضارع am و is و are وفي الماضي was و were وفي التصريف الثالث ايه been. يبقى التصريف الثالث من الفيرب تو بي ايه يا شباب been. تمام يا مستر بقى معنى الجملة ايه 7 دي خد بالك if she hadn't been tired لو ما كانتش هي تعبانة she would have joined us كانت التحقت بينا. تمام. تعالى 8 if I would met يا عم اسكت يا عم ده المستر قال لنا هاد يا عم بلا would مستحيل تيجي بعد if على طول يبقى if I had met him earlier لو كنت قابلته بدري شوية we would have worked together كنا اشتغلنا مع بعض. طيب 9 you not want miss the train
انت ما كنتش هيفوتك القطر if you had left earlier، لو كنت مشيت بدري شوية. فيبقى دي if، خد بالك if جاب بعديها ماضي تام، يبقى روح ل would have أو wouldn't have. طب هو ادالي نفي، فتبقى wouldn't have، هتبقى ايه؟ wouldn't، هتبقى ايه يا شباب؟ wouldn't have، والتصريف الثالث wouldn't have. تمام. miss، التصريف الثالث منها ايه؟ missed، التصريف الثالث منها ايه؟ missed. اوكي زي الفل. 10 if she drove، لا هتبقى had driven من الاخر كده. تمام، had driven من الاخر كده، يبقى if she had driven. تمام، had driven. متفقين ان if يجي بعدها had والتصريف الثالث، او had التصريف الثالث اللي يمشي مع معنى الجمله دي had والتصريف الثالث. لو كانت سائت ببطء شويه كانت الحادثه ما حصلتش. تمام. 11 if I had gone to bed early، لو كنت رحت نمت بدري شويه امبارح I would have والتصريف الثالث، او wouldn't have والتصريف الثالث، وبالتالي هتبقى عشان مديني نفي هتبقى wouldn't have والتصريف الثالث من بي، دي من بي اللي انا بعمل عليها علامه دي been، يبقى تبقى wouldn't have been. هتبقى ايه؟ wouldn't have been. تمام. معلش يا شباب على الخط لان البرامج اللي بتعامل معاها دي تمام والشاشه وكده، فالموضوع ايه يعني متعب شويه. if you not be تمام. if بيجي بعدها ماضي تام فتبقى had والتصريف الثالث، يبقى had والتصريف الثالث من بي ايه؟ been. عارفك حفظتها خلاص. if بقى معنى الجمله ايه؟ 12 if you had been more careful، لو كنت اكثر حرصا the glass wouldn't have broken، الازاز او الكوبايه الازاز ما كانتش اتكسرت. 13 they could have، اهي could، they could have للتعبير عن القدره في الماضي. they could have، هم كانوا هيفوزوا the match بالماتش او المباراه if the team had trained، had والتصريف الثالث من train اللي هو يتدرب، ده فعل منتظم، هتبقى trained، had trained. طيب زي الفل يا مستر. if هبه had والتصريف الثالث فتبقى if هبه had والتصريف الثالث من catch caught، فتبقى معايا يا شباب؟ تمام ماشي. 15 بقى if they had arrived on time، 15 لو كانوا وصلوا في الوقت المحدد او المناسب. we wouldn't wait so long، لا wouldn't have بقى، ما يمشي زي ما انت ماشي wouldn't have، ده الدرس كله في كلمتين wouldn't have او would have والتصريف الثالث، يبقى تبقى wouldn't have. تمام. والتصريف الثالث من wait ايه؟ waited، فعل منتظم. حظك حلو يعني بيجيب لك اغلبيه الافعال المنتظمه. 16 if we had known the way، لو كنا عارفين الطريق، we wouldn't get lost، لا wouldn't have got ما كناش تهنا. get lost يعني يتوه او يفقد الطريق يا جماعه، فتبقى wouldn't have lost in تمام the city، يبقى we wouldn't have got، التصريف الثالث من get got او get gotten. اوكي get got يبقى wouldn't have got lost، ما كناش تهنا. تمام، لاني get lost يعني يفقد الطريق او يضل الطريق او يتوه. 17 if we don't missed، لا if we hadn't missed التصريف hadn't والتصريف الثالث من miss ايه؟ missed. تمام، يبقى if we hadn't missed the bus لو ما كنش فاتنا الاتوبيس we would have been there، كنا نروح هناك by now. تمام. طيب نيجي بقى find the mistake، يعني بيقول لك السؤال ده بقى اوجد الخطأ وصححه. طيب بتأني if she hadn't forgotten، لغاية دلوقتي ماشي عاقل. if she hadn't forgotten her book، لو ما كانتش نسيت كتابها she wouldn't have punished by the teacher. ده مبني للمجهول بقى. تمام، لو ما كانتش تمام نسيت كتابها في boy و the teacher هنا هوت بواسطة المدرس أو المعلم، ما كانتش اتعاقبت، والفعل هنا هوت punish يعني يعاقب يا جماعة. طب هي اللي هتعاقب ولا هي اللي تتعاقب؟ يبقى هي اللي هتتعاقب، اللي كانت أو اتعاقبت يبقى هي مفعول، يبقى أنت عايز مبني للإيه؟ للمجهول. طب بص يا شباب، المبني للمجهول في حكاية would have أو wouldn't have هتبدأ بالمفعول ثم ترمي وراهم بين والتصريف الثالث وبالتالي أنا عندي التصريف الثالث، فبدل ما هي would have بس هتبقى would have been، هتبقى إيه؟ would have been، هتبقى would. تمام، ركز فيها دي would have
تمام. been ننفي was هتبقى wouldn't، يبقى wouldn't have been ما كانتش اتعاقبت عشان هي هنا مفعول، هي اللي تتعاقب مش المدرس، المدرس هو اللي هيعاقبها، وبالتالي مبني للمجهول. المبني للمجهول مع would have أو could have أو wouldn't have أو couldn't have نرمي وراهم been، نحط وراهم been والتصريف الثالث. ادي الفكرة. 2 if he wouldn't eat too much خالص خالص مش هينفع wouldn't. انا قلت لك بص سم وموتي تشوف would او wouldn't بعد if وفاعل، لا hadn't يبقى تبقى hadn't. تمام. وeat هتبقى eaten يبقى hadn't eaten hadn't ايه eaten. اوكي. 3 if you had studied harder لو كنت ذاكرت بجد اكتر you would pass، لا would have passed would ضربنا عليها فوق هتبقى would بدل ما هي would بس هتبقى would pass هتبقى would have passed. تمام زي الفل. طيب 4 if they hadn't bring الله hadn't بيجي بعدها التصريف الثالث يا مستر bring brought. تمام يبقى التصريف الثالث من bring ايه brought. لذلك احفظ افعال يا باشا، من غير ما تحفظ افعال مش هتعرف تمشي في المنهج ده. معنى المثال 4 لو هم ما كانوش جابوا التذاكر زي wouldn't have entered ما كانوش هيدخلوا، بس الواقع اللي حصل ان هم جابوا التذاكر ولذلك دخلوا. if I was sick استنى، انت بتقول لنا يا مستر ان بعد if had والتصريف الثالث يبقى had، واتعلمت فوق التصريف الثالث من was او were ايه been يبقى had been. تمام يا باشا had been يبقى was دي هتبقى had been. تمام. ترجم المثال بعد ما صححناه if I had been sick لو كنت عيان I wouldn't have come to school ما كنتش هروح او همشي المدرسة. برافو عليكم، انا عارف ان في ناس حلت معايا وكانت ممتازة. تمام. تعالى هنا بيقول لي بقى صحح كلمة ما بين قوسين ولا would missed the bus، مش هتبقى would بس يا جماعة would have missed، في would have والتصريف الثالث جايبه لي حاضر missed. التانية if they had left earlier لو كانوا مشوا بدري they ده في if وهاد وتصريف ثالث يعني في if وماضي تام، يبقى انا ناقصني would have والتصريف الثالث هنا مديني نفي فتبقى wouldn't have وحليناها تقريبا قبل كده wouldn't have. او هنسيب miss زي ما هي يا مستر؟ لا يا باشا التصريف الثالث منها missed. تمام. 3 if he bring لا معلش he had والتصريف الثالث من bring brought يا رب تكون واصله معاك. تمام. 4 كريم wouldn't have لازم اسمع have على طول ومديني التصريف الثالث missed فتبقى wouldn't have missed، وبالتالي التصحيحه بتاعت missed هتبقى have missed مش have بس ولا missed بس. 5 if I had forgotten تمام I بعدها had طبيعي وforget التصريف الثالث منها forgot او forgotten. تمام يبقى تبقى had forgotten. ركز يا حبيبي تسلم. تعال نشوف التمارين اللي بعده برضه صح. if I been rich لا استنى لو سمحت انا ناقصني had ومديني been فتبقى had been او been. if I had been rich لو كنت غني I would have bought a helicopter كنت اشتريت طيارة هليكوبتر. يا صلاة النبي حلوة والله. طيب ماشي. 2 if he would انسى would بعد if ده مرض ده بص ده شلل ده مش هينفع خالص، يبقى had والتصريف الثالث من الفعل اللي مديهولي taken يبقى had taken. ترجمة يا مستر الجملة الثانية لو هو كان خد بنصيحتي he wouldn't have failed ما كانش سقط. يا ساتر يا رب. 3 نقط had come لا if جت في النص عادي جدا جه بعدها ماضي تام منفي نترجمه كده الاول. لو انا ما كنتش مشغول I would have come كنت هاجي يبقى تبقى would have come I would have come. تمام. طيب 4 if you not didn't lose your wallet لو انت مش هتنفع لازم had والتصريف الثالث فتبقى ايه hadn't ومديها لي منفيه فتبقى hadn't اللي يديهولك منفي تعمل قصاده منفي يا جماعه خد بالك من الحته دي. if you hadn't lost التصريف الثالث من lose ايه lost لو ما كنتش ضيعت your wallet المحفظه بتاعتك you would have bought all
that you wanted. كنت هتشتري كل اللي انت عايزه. 5 if the teacher explained. لا هي المفروض had، والتصريف الثالث تبقى had explained يعني كان شرح. لو كان المدرس شرح تمام it clearly أو وضح النقطة دي بوضوح I would have understood. كنت فهمت. السؤال الرئيس بتاعنا ألا وهو سؤال الريرايت يا جماعة، ركز فيه الله يبارك لك. أنا زي ما قلت لك فوق، لو ادالك جملة في الماضي مثبتة هتحولها لحالة اف في منفية، لو ادالك جملة في الماضي منفية هتحولها لحالة اف مثبتة. سهل الكلام اهو. تعال نجرب الكلام ده في الجملة الأولانية. هيقول لك I didn't study hard. ده الواقع، أنا ما ذاكرتش كويس. So I failed the exam. So I failed the exam. لذلك أنا سقطت في الامتحان. ابدأ بإف يا بيه. إف ده الجملة هنا جدها لي منفية. إف دي منفية، دي منفية تبقى إف I مش هقول hadn't بقى، هتبقى had studied. بحس إن أنا بندم بقى. studied hard لو كنت ذاكرت بجد. تمام. أقول إيه بقى؟ I would have failed the exam. كنت سقطت في الامتحان ولا ما كنتش سقطت في الامتحان؟ ترجم وحل بمزاجك كده بعقلك كده. فهقول ما كنتش سقطت في الامتحان، تبقى I wouldn't have failed. I wouldn't have failed the exam. خد بالك منها الله يبارك لك. طيب 2 they forgot your birthday. هم نسيوا البيرثدي بتاعك، عيد ميلادك. and you were upset. وانت كنت تمام زعلان. هم نسيوا وانت كنت زعلان. يلا نعكس بقى حالة if. لو هم ما كانوش نسيوا انت ما كنتش هتبقى زعلان. تمام. طيب يلا نحلها كده. if they وننفي، ما هي مديني الجملتين مثبتتين في الماضي يبقى نحولهم الى حاله اف منفيه. if they hadn't forgot. التصريف الثالث منها forgot او forgotten. انا بحب اكتبها forgotten. if they hadn't forgotten your birthday if they hadn't forgotten your birthday. لو ما كانوش نسيوا عيد ميلادك. المنطق you wouldn't ما كنتش هتبقى زعلان، يبقى هتبقى you wouldn't have. ما كنتش wouldn't have. مركز ولا مش مركز؟ wouldn't have. التصريف الثالث من where been زي ما علمتك. you wouldn't have been upset. تمام. الله يبارك لك. upset ما كنتش هتبقى زعلان. اوكي. 3 we didn't book early. ما حجزناش. خد بالك ان معنى كلمه book هنا يحجز مش كتابه، فعل بمعنى يحجز. احنا ما حجزناش بدري so there were no tickets left. لذلك ما فيش تذاكر متسابه. يبقى عايزين نقول ايه؟ لو كنا حجزنا بدري كان هيبقى في تذاكر. تمام خلاص. طيب وبالتالي هنا هنقول ايه؟ if we ونجيب حالة اف مثبتة had. التصريف الثالث من booked. if we had booked early لو كنا حجزنا بدري. تمام. there would have. التصريف الثالث من were been. يبقى تبقى there would have been tickets. كان هيبقى في tickets. تمام. tickets كان هيبقى في تذاكر left متسابة زي الفل. there would have been tickets left. اوكي يا مستر. معنى المثال لو كنا حجزنا بدري كان هيبقى في تذاكر متسابة. امشي ميري يا باشا، امشي ميري. if زائد ماضي تام تديني would have او wouldn't have زائد التصريف الثالث مع الترجمة الصحيحة للجملة تسلك في الحديد. زائد لو اداك جمل في الماضي مثبتة انت تحولها الى منفية وتترجم الجملة. بس يعني في بعض جمل كده بتديك فعل كده نيجاتيف سلبي زي فيلد ديت ممكن تخلي، ما هو بيحمل معنى النفي يعتبر. اوكي. تخلي جملته would have عادي جدا مش wouldn't have. ركز. طيب I wasn't careful ما كنتش careful and I broke the vase. عايزين نقول لو كنت careful لو كنت حريص ما كنتش كسرت الفيز. دي هتبقى في حالة if بعد if مثبتة ودي هتبقى have. اوكي. يبقى تبقى if الفاعل I. المستر قال لي had. التصريف الثالث
ما هم منفية. تمام، لقينا منفية خليها مثبتة مع had، يبقى had تصريف التالت من wasn't أو weren't أو was أو were been. if I had been careful، لو كنت حريص، لو كنت ايه يا شباب؟ حريص. تمام. الجملة هنا مثبتة يبقى خليها منفية. wouldn't have، I wouldn't خليها منفية مع wouldn't مع would have، هتبقى wouldn't have. معايا ولا مش معايا؟ I wouldn't have broken التصريف الثالث من break يكسر. broken the vase. 2 he didn't follow the map، هو ما تبعش الماب الخريطة. so he got lost. if يلا دي مثبتة هنستخدمها بعد if دي منفية، دي منفية 2، دي منفية. تمام، نستخدمها بعد if مثبتة يبقى هلاقي hadn't والتصريف الثالث. يبقى if had وتصريف ثالث. if I had followed التصريف الثالث منها يا شباب followed. if I had followed the map، لو كنت اتبعت الايه؟ الخريطة. if I had followed the map. تمام. تمام، ثانية واحدة، دي مثبتة. so he got lost مثبتة، هنخليها wouldn't have مع العكس بقى منفية بقى. يبقى I wouldn't أو he wouldn't have got. تمام. lost سهلة الحكاية. they didn't يبقى دي هتبقى didn't هتبقى بعد if had، والتصريف الثالث من water. they didn't water the plants، هم ما رووش النباتات. so they died، لذلك ماتوا. النباتات دي ماتت. هنقول ايه بقى؟ if hadn't ولا had؟ ما في didn't هنا، يبقى تبقى had. عكس عكيس بقى، امشي عكس عكيس. if they had watered لو كانوا رووا the plants النباتات the plants. تمام. they. تمام. طب الجملة هنا بقى مثبتة died، هتبقى wouldn't have. العكس عكيس زي ما علمتك كده، عكس عكيس. عارف انت عكس عكيس دي؟ wouldn't. تمام. wouldn't have و died تنزل زي ما هي مصرفة أساسا. wouldn't have died. اوكي يا مستر، زي الفل. اوكي يا شباب، يلا كده لاخر تمرينين. complete the sentence with the correct form of the words in practice. بيقول لي بقى ايه؟ اكمل الجمل بالفورمه او الشكل المناسب. تمام، للكلمات اللي ما بين قوسين على حسب ما يتناسب مع الجمله او القاعده اللي انت شغال عليها في الجمله دي. what would have happened كان هيحصل ايه if you have لا معلش have هتبقى had، دي حالة if الثالثة. الثانية if she had listened to her parents، لو كانت سمعت والديها. she would have had this problem. she would have had this problem كان هيبقى عندها المشكلة دي، ما كانش هيبقى عندها المشكلة دي. فبالتالي الترجمة المنطقية would هتبقى wouldn't. the ground be wet، الأرض هتكون مبتلة if it had rained yesterday، لو كانت مطرت امبارح يبقى هتبقى would have been. هنا في had وتصريف الثالث، يبقى الناحية الثانية would have والتصريف الثالث، فتبقى would. تمام. would. تمام. have والتصريف الثالث من بي ايه؟ علمتك انا been. تمام. علي would لازم have والتصريف الثالث، would have وtravel التصريف الثالث منها ايه؟ traveled. تمام. if you had والتصريف الثالث، وبالتالي had listened. تمام، زي الفل. تعالى بقى على اخر تمرين، معلش تعبتك معايا، لازم تحلوا التمارين ده كلها. الله يبارك لك. he learned to swim if he had gone to the lessons. طب if he had والتصريف الثالث، يبقى الناحيه الثانيه would have والتصريف الثالث، تبقى would have. امشي بالقاعده على طول. would have التصريف الثالث من learned براحتك او learned. تمام. learned او learned يعني منتظم او شاذ تصرفه. if I had والتصريف الثالث، والتصريف الثالث من bring ايه يا شباب؟ brought. معلش على السرعه بقى، خلاص انتوا فهمتوا كل حاجه. طيب he نقط، هنا في if، خد بالك هنا في if وتصريف ثالث، يبقى الناحيه الثانيه would have والتصريف الثالث، فتبقى would have. تمام. والتصريف الثالث من learn ايه؟ learned. انت بتمشي يا باشا على قاعده او قانون زي الرياضه وبتحل بيه، بس تتعب نفسك تبقى حافظه، يعني معلش تتعب نفسك تبقى حافظه. الله يبارك لك. she would have passed the test، هي كانت هتجتاز الامتحان. if she had والتصريف الثالث had، وstudy التصريف الثالث منها ايه يا شباب؟ studied. زي الفل. they win، لا ده فيه هنا هوت في نص الجمله if وبعدها ماضي تام. لو هما كانوا لعبوا كويس يبقى تمام كانوا هيفوزوا بالمباراه، يبقى would have والتصريف الثالث would have والتصريف الثالث من الفعل اللي مديهوله ما بين قوسين win ده one.
تمام كان هيفوزوا بالمباراة. I would have called you، أنا كنت هتصل بيك if I had، والتصريف الثالث من no إيه يا جماعة؟ knowing. تمام من نوع ايه؟ نون. معلش انا تعبتكم معايا والله، بس ان شاء الله الرحمن الرحيم كده هتستفادوا استفاده كبيره جدا. ولو سمحتوا بعد ما تتفرج على الفيديو ابعتوا لاصحابك، شيروا يعني، ابعتوا عشان تستفيد وتستفاد، تكسب اجر يعني وتكسبنا معاك، فاهمني؟ عشان كله يستفيد. لو انت استفدت فعلا من الشرح ده خلاص ابعته لزميلك، ابعتيه لزميلتك، فاهم انت ازاي؟ يعني كله يستفاد. بس واشكركم وان شاء الله الرحمن الرحيم اشوفكم في فيديوهات تانية. ما تخافوش، المنهج سهل جدا وانا معاكم خطوة بخطوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.